ده مش بس رخيص وجديد، لا تعالوا ورايا. معايا ميك اب وسكين كير تحفة. واول حاجة بقى هجربها معاكم هي This Amazing Lip Balm دي بالكرانبيري. شكل العلبة حلوة قوي، وبرضو معاها التول بتاعتها عشان تطلعوا بيها الليب بالم، وهتحطوها كده. بصوا اصلا الجلو بتاعتها تحفه. مايت سينما عملت لنا مويسترايزنج لوشن خطير يا جماعه، ده فيه هايلورونيك اسيد وفيه سيرامايد، جلدي تشربه في ثانيه، وريحته حلوه قوي برضو، ريحته فريش جدا. وتالت برودكت معانا هو البلاشر شيد رقمها 101. اللون تحفه. الشيد دي انا حاساها هتطلع كيوت قوي على بينك كده. بصوا تحفه الشيد عامله ازاي، وبصوا الجلو اللي معايا بقى. دول دلوقتي تحفه يا جماعه، بيبقى جزء منه مات وجزء منه شيمر. واول شيد هجربها معاكم هي شيد 202. بصوا شكل الابليكيتر واللون هيبقى متخيلاه تحفه. او ماي جاد. هنستخدم بقى دلوقتي عليه الجزء اللي فيه شيمر ده. مش هتكلم ده تحفه. تعالوا نجرب الهايلايتر. قربوها كده من على وشكم. بصوا بتدي زي رشه كده، بتديكوا كده جلو ازاي تحفه. يلا بقى بينا نجرب الشيد التانية، ودي رقمها 207. بصوا تحفه ازاي، بصوا اللون طلع خطير ازاي. انا الصراحه بريكومند الجلوسي. واخر حاجه معانا دي تاخدوها سكرين شوت عشان متاكده ان انتوا هتجيبوها، ودي المخمريه سيروم. يرطب البشره بطريقه مش طبيعيه، ريحتها حلوه قوي. ايه رايكم بقى في الميك اب بعد ما خلص وقد ايه شكله تحفه؟ انا عاجبني قوي. وعايزه بقى اقول لكم ان مايت سينما انا بتكلم عليهم من 2020، من اول ما بدات كونتنت. عاجبني فيهم قد ايه هم عندهم فرايتي في البرودكتس بتاعتهم، وعلى طول متجددين وبيعملوا برودكتس خطيره. ولا اسعارهم بقى يا جماعه بجد احلى اسعار في الدنيا. اكتبي لي بقى في الكومنتس ايه اكتر برودكتس عجبتك وهتجيبي ايه منهم.